انا مش عارف يا جماعه ايه الشماته دي كلها في محمد صلاح. الناس اللي شمتانين دول في محمد صلاح ايه في ايه؟ يا جدعان محمد صلاح، انت متخيل ان جه في يوم من الايام بنتكلم على واحد مصري مننا بيتصنف من افضل لعيبه في الدوري الانجليزي؟ يوم الناس الشمتانين في محمد صلاح دول يرى مش عارف ايه. يا جدعان انت بتتكلم في محمد صلاح يا جماعه، اسطوره مصريه. الاسطوره المصريه طبعا يا جماعه محمد صلاح، يعني بعد الموقف الاخير وبعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة فرانكفورت في دوري الأبطال، ونزل في الدقيقة 74. وطبعا بعد المباراة شال صورته وبتشيرت ليفربول من على منصة اكس، على تطبيق منصة اكس يعني. لكن محمد صلاح يا جماعة يبقى أسطورة. ممكن يحصل شوية زعل شوية، ممكن أرن سلوت تبقى هربانة منه، مش عارف ايه اللي بيحصل. أرن سلوت يعني ارن سلوت هربانه منه، يعني ما نقدرش نقول غير كده. ارن سلوت يعني ايه الهبل اللي عمله ده بصراحه؟ ان تقاعد نجم كبير بقيمه محمد صلاح. يا جماعه شوف مين فرق مع ليفربول الموسم اللي فات؟ مين سبب من اسباب تتويج ليفربول بالدوري الموسم اللي فات؟ محمد صلاح. شوف محمد صلاح اما بيكون مش في حالته ليفربول شكرا بتلاقي ما هو ليفربول اللي اتغلب امبارح اهو من برنتفورد في الدوري الانجليزي 3-2. المباراه الرابعه على التوالي ليفربول بيتغلب في الدوري. بعد ما ليفربول السنه دي بيمدحوا فيه وده بطل الدوري والجمهور عمال يشيل ارن سلوت على دماغه. هو محمد صلاح عشان مش فايق الفرقه واقعه. تيجي الناس يبقى شمتانين في محمد صلاح، يقول لك محمد صلاح اسطوره وسيظل اسطوره مصريه. ويكفي ان جه في يوم من الايام ان في لاعب عندنا بيلعب في الدوري الانجليزي، اللي جه لاعب مصري بيتقيم في الدوري الانجليزي او بيتقارن بلاعيبه اساطير في الدوري الانجليزي. ده تلخيصا لموضوع محمد صلاح. ولازم كنت اقول رايي يا جماعه بلاش. كنا نتمنى في يوم من الايام ان نتغنى ونحتفل بلاعب. يا جماعه محمد صلاح رفع سقف طموح اللاعب المصري، رفع سقف طموحاتنا كلنا كمصريين. ان يجي لاعب في التاريخ ينافس على الهدافين في الدوري الانجليزي ويبقى الهداف التاريخي لليفربول. انت متخيل؟ قبل ما محمد صلاح يجي ليفربول كانت فين؟ هو اللي جاب لهم الدوري وجاب لهم دوري ابطال اوروبا وعمل تاريخ مع ليفربول. فبلاش شماته، ويا ريت ندعم نجمنا المصري باذن الله. كلنا في ظهرك يا محمد صلاح، وكلنا في ظهرك يا كينج. تحياتي ليك يا كينج.